بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة للفيديو بتاعنا بسمة المصري. بنكمل الجزء ده عشان اشتغل معاكم عشان تعرفوا ازاي هننزلها. انا بعد 11 سلسلة من تحت، 2 4 2 4 6 8 10 11. طبعا انا عملت 20 سلسلة عندي. هرجع السلسلة رقم 11 من تحت مش من فوق، ماشي، وهعمل منزلقة. يعني ايه؟ هطلع من الاتنين كده، همشي على السلسلة كلها منزلقة عندي، بحيث ان انا اتني في اتجاه الحاجة. يعني العمود بتاعي ده اخليه اتجاهه صح، عشان لما اخلص في الاخر ملقوهوش ملفوت. ماشي، انا كده عشان اوضح لكم ازاي تعملوها وتطلع مظبوطة. طبعا اللي هيمشي على الفرع اللي احنا شغالين فيه دلوقتي هيمشي على بقية ال6 فروع اللي انا عملتهم قبل كده، وبين كل فرع وفرع عندي 4 حشو. اوكي، فاحنا هنا بنكملها منزلقة بالراحة. طبعا انا شغالة بخيط قطن بتاعنا بتاع مصر، بيكون جميل اوي، بيدي نتائج حلوة اوي في الوحدات وفي المفارش، لان دي وحدة ممكن اعمل منها عدد اللي انا عايزاه، اعمل منها جواكت، اعمل منها مفارش، اي حاجة. انا خلصت اخر واحدة اهي. هاجي هنا في الغرزة اللي جنبها تحت اللي هي العمود، وهعمل حشو. خلاص، ادي اول حشوة، العمود اللي جنبها، تاني حشوة، تالتة، ومع البداية هعمل منزلقة عشان اثبت الشغل عندي في منزلقة. ماشي، كده خلاص. واستعد طبعا ان انا اطلع الدور اللي بعده، هعمله لكم فيديو تاني لوحده عشان ما نلخبطش نفسنا. ماشي.